انتوا عارفين ايه الفرق بين الراجل والست؟ هتقولوا لي الراجل صلب بيستحمل المشاكل، الست ضعيفة. اقول لكم لا، غلط. تقولوا لي لا، طب استنى يا محمد يا نبو. الست حساسة اكتر ورومانسية اكتر وبتتوتر اكتر من الراجل. الراجل اعصابه باردة شوية. اقول لكم برضو لا. هتقولوا الستات بيغيروا اكتر من الرجالة. برضو لا. الستات عندهم قوة تحمل في الألم وبيستحملوا حاجات الرجالة ما يستحملوهاش. برضو لا. أقول لكم أنا على الفرق اللي بين الراجل والست خارج كل التوقعات اللي في بالها. الفرق بين الراجل والست إن م? الراجل طالع له شنب ودقن في وشه. الستات ما عندهاش شنب ولا دقن، وإلا كانت هتبقى مصيبة سودة. أنا هنقول كلمة وليشهد علي القاصي والداني وابن الحلال وابن الحرام والدنيا بحالها. الهبلة مش هتجيب دكتور. يا جماعة أنا جعان. أنا هقول لك يا محمد يا نبوي، أنا لو مسكتك السلام عليكم. بعد ما شربت السيجارة هاكل مصاصة بالشوكولاتة. أنا هنقول كلمة يشهد علي القاصي برضو والداني، ويعني إيه، إن ربك بالمرصاد يا ابني والله. حاسك مهما تمر الأيام هتتشمط خازوق سوداني ده يفوقك، عشان انت مش. لا. كيف تدار الامور يا عم محمود؟ اتفضل قول لنا. هو مش هينفع مع غيرك يديك الفيديو المتين، لان اي حد تاني هيجيله الضغط، انت هتجيلي التعامل. تدار الأمور الهامة بالحكمة والعقل، ولكن إذا كان هناك أموال فلنأتي بشخص آخر يدير تلك الأمور. ما انا عارف انت بتعرفني عليكم. ما هو انا اللي غلطان. انا انتوا عايزين ايه مني كلكم؟ انتوا عايزين انتوا مين؟ هو انت ليه محسسني ان انا بتكلم مع شات جي بي تي؟ طب يا سيدي شكرا، كتر خيرك. هتيجي تقول لي بقى مين ده ومين هو ده محمد نبوي اللي بتشوف فيديوهاته ده؟ هتقول لي طب وليه بتعرضوه؟ عشان اقول لك دايما تحمد ربنا على اللي انت فيه، لان دايما في المرحلة الأسوأ والمرحلة الأنيل، ودي مثال قدامنا. يعني ايه؟ لمرحلة من المراحل في أبعد منها برضو وأسوأ منها، احنا لسه ما مرناش بيها وما شفناش حاجة أنقح ولا أوسخ من كده. بس نوعدكم
ان احنا لو عدينا هو ده جه اصل دي صدف وده جه صدفة. لو عدينا بمراحل اصعب من كده وناس انقح من كده اكيد هنعرضها لكم، عشان مع البحبحاني بتشوف العلم بشكل تاني.